السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سيداتي انساتي سادتي، اقدم لكم طريقة جديدة لعمايل الملوخية. انا لقيت جوزي داخل عليا بخمس ست سبع ربطات كده حلوين، وسط اتقسم وانا قاعدة والله. فهتعملي ايه يا بنتي؟ تعملي ايه يا بنتي؟ جبت المصفى، قمت قصة الجدر، وقمت ماسكاه من المصفى، من خروم المصفى العرق الكبير احطه في الخرم الكبير، والصغنن احطه في الخرم الصغنن، زي ما انتوا شايفين كده. المصفى كانت الحل. جربي طريقة المصفى وهتدعيلي. عملت بيها الملوخية الخمس ست ربطات، ما خدوش في ايدي ربع ساعة. خلصتهم وغسلتهم وعملتهم زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله والله ما خدوا مني حاجة خالص من الوقت، نص ساعة كتير كده على مسلسل خفيف كده كنت خلصتها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين اهو. الخرام الصغننة كل بتاع على قدها، كل فتحة على قدها كده اهو. شوف الجدر، قص الجدر عامل شعاشيع كده وطالع باظظ من كل مكان، قصيه اللي يضايقك قصيه زي ما انت شايفه اهو. ما خدش وقت خالص، وقلت يا انا يا الملوخيه الليلاتي، الليله كوم والملوخيه كوم، وعملتها كده وخلصتها، ما خدتش مني اي وقت خالص. مع ان سبحان الله الملوخيه غاليه اليومين دول، مش عارفه ايه اللي قومه كده جاب ست سبع ربطات. زي ما انت شايفه كده، دي كانت النتيجه. المصفى هي الحل. قمت بقى عامله لها طشه الملوخيه ومروقه عليها، وطلعوا احلى شويه ملوخيه. بالهنا والشفا يا حبايبي، لما تجربوا الطريقه ادعولي، ويا ريت اسمع رايكم في الكومنتات في طريقه المصفى الجديده لتقطيف الملوخيه. قمت جايبه توم وفرماه وحاطه عليه فلفل اسود، وقمت عامله الملوخيه بمعلقه سمنه بلدي. شوفي شوفي الشربينه اهو بيطش الملوخيه. واشوف احلى لايك للملوخيه دي، وعاوزه اسمع رايكم في الكومنتات. اللي جرب الطريقه يقول لي. يا رب تكونوا بألف خير وسعادة يا رب، وصلوا على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام، وألف هلا وشفا على قلوبكم يا رب. يا رب تكونوا بتستفادوا من فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.